المشاهدين في حلقة جديدة على قناتنا كديلي سبورتس. طبعا زي ما وعدناكم احنا كل مرة بننزل حلقات عن كده عن اخر الاخبار، فان شاء الله النهارده عندنا اخبار قوية جدا جدا عن الصفقات واللي هتتم في يناير، واخر اخبار نادي الزمالك واصابات اكرم توفيق وكل ما يتعلق باخبار الكرة المصرية والعالمية والافريقية زي ما وعدنا حضراتكم. فخلينا نبدا مع حضراتكم الحلقة، يلا بينا. بداية كده خلينا نتكلم مع حضراتكم عن طبعا الخبر اللي شاغل الشارع المصري، طبعا اصابة اكرم توفيق شفاه الله وعافاه. طبعا الاصابة في الثانية في 11 شهر، طبعا يعني ربنا يكون في عونه. الاصابة طبعا في الرباط الصليبي للقدم الثانية. الاصابة الاولانية كانت في القدم الاولانية مع منتخب مصر ايام ما كان في اول مباراة ليه مع نيجيريا. فيعني ربنا يكون في عونه ان شاء الله، واتمنى ليه الشفاء العاجل بصراحة. اصابه يعني اللي احنا عرفناه حسب معلوماتنا ان هو اصابه في التمرين. محمد ده بصراحه لاعب زي ده موهوب، ولاعب بيلعب برجوله في جميع مبارياته بصراحه. فهو حتى الحمل الزائد ده او الحماس الزائد ده خلاه اتصاب في التمرين. حتى حسب معلوماتنا ان هو جات لنا اللي هو اصاب في التمرين حتى من غير ما حد يلمسه اصلا، من غير ما حد يجي جنبه. فيعني شفاه الله وعافاه. طبعا عايزين نتكلم عن ان هو اصابته في الرباط الصليبي. النادي الاهلي بيرجع لخبير نمساوي ليه طبعا التشخيص النهائي للاصابه، هل هي فعلا رباط صليبي ولا جزع في الرباط ولا حاجه تانية. فهنشوف ان شاء الله الفتره الجايه النادي الاهلي هيحسم لنا الموقف باذن الله. ولكن لحتى الان هو الناس كل اتقال النادي الاهلي اعلن ان هو اتصاب في قطب الرباط الصليبي. طبعا كان توفيق لا غنى عن التعريف، طبعا لعيب حماسي بيلعب برجوله، بيلعب باتقان، بيعرف ربنا في شغله. فممكن مثلا حماسه الزائد ده شويه اللي بيخليه يتصاب بسرعه او بيخليه يتصاب باصابات عاليه او شديده. فاتمنى ان شاء الله باذن الله الشفاء العاجل باذن الله. الموضوع التاني طبعا عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه ان هو ان النادي الاهلي بيفكر فيه هيجهز بديلين فقط الفتره الجايه لمشاركه مكان اكرم توفيق من الفريق. وفي برضه يعني صفقات ان شاء الله النادي الاهلي بيفكر فيها، كنت هنقول مع حضراتكم معلومات. لكن حتى الان النادي الاهلي خلاص هو استقر على 2 لاعبين هيكونوا مكان اكرم توفيق ان شاء الله ان الفتره الجايه في كل بطولات النادي الاهلي، اذا كان في افريقيا او في الكاس او في الدوري. طبعا في حاجه عايزين برضه نتكلم عن موضوع تاني، والا وهو موضوع يعني شغل الرأي العام حتى الآن، إن علي معلول إنه أخذ لاعب الجولة الثامنة بنسبة اكتساح في 96% مقابل 4% لزيزو. أنا عايز أتوقف عند النقطة دي، إن النادي الأهلي بقاله 8 جولات بياخد اللعيب بتاعه، لعيبة النادي الأهلي تاخد 8 جولات 7 جولات اللي النادي الأهلي استحوذت عليهم مقابل جولة واحدة اللي فاتت كانت أحمد الشيخ خارج النادي الأهلي. وانا عندي هنا صراحه ملحوظه مهمه جدا، ان اللعيب الجوله المفروض ما يكونش براي تصويت الجماهير فقط. يعني اي نعم الجماهير لها راي ولازم ناخد رايها في كل حاجه، ولكن ما يكونش الاعتماد الكلي على الجماهير. يعني يكون في بعض الخبراء على راي الكابتن ميدو، ان زي ما قال لك صراحه انا شايفه مهم جدا يكون في 10 خبراء هم ينقوا افضل لعيبه بس يكون في الشهر. ممكن يكون الجوله برضه مفيش مشكله، ولكن يكون راي الجماهير جزء منها ولكن مش بشكل كامل. فالنادي الاهلي ده بيدور طبعا ان جماهير النادي الاهلي بتدعم اكتر من نادي الزمالك مع احترامي ليها. يعني في حماس اكتر النادي الاهلي في الجزئيه دي، في الجماهير عندها شغف ان لعيبتها تكون افضل في الجوله. فيعني دي احنا حبينا وعن ان معلول اخذ ان لاعب الشهر او لاعب الجوله الثامنه. في تصريح برضه توقفنا عنده ان حسين الشحات كتير كانت بتتكلم عنه، ان حسين الشحات بيقول ان تسجيل اهداف في كاس عالم الانديه هو انجاز صعب واللي قام بتحقيقه بس كريستيانو رونالدو، ان هو حقق تسجيل الاهداف مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، ومع رونالدينهو كان طبعا مع برشلونه وفريق تاني من امريكا اللاتينيه. فالناس يعني خدت ان هو طبعا حسين الشحات بيقول كده ان هو سجل طبعا مع النادي الاهلي في كاس العالم وطبعا مع نادي العين. يعني فهو مش هو اللي بيقول كده يا جماعه، عشان بس نقول عندنا بس نتوقف عند الجزئيه دي. مش هو اللي بيقول، اللي قال كده الفيفا ان في حسين الشحات اسمه اتحط جنب اسامي الناس دي، ان هو فعلا لعب مع النادي العين سجل في كاس العالم للانديه، مع النادي الاهلي سجل في كاس العالم للانديه. ايه المشكله؟ فهو فعلا دي حقيقه لازم نقر بيها نادي حسين الشحات. الفيفا اللي اقرت بكده ان هو من ضمن 3 لاعبين لعبوا في انديه مختلفه، والانديه دي لعبت في كاس العالم للانديه وسجلوا مع الناديين. فده انجاز يحسب لحسين الشحات ولنادي الاهلي طبعا اللي عنده لعيب بقيمه حسين الشحات. بغض النظر بقى الجماهير هي واخده الموضوع ناحيه افهات يعني او استهزاء بكلامه او لا، بس هو ده كلام فعلا صحيح 100% ومنطقي. تمام. برضو عايزين نتكلم على موضوع تاني. برضو احنا الحلقه دي مليانه جميع اخبار كتيره جدا مهمه جدا تهم الشارع الرياضي المصري الاهلي والزمالك وكل ما جماهير الرياضه المصريه. فتابعونا ان شاء الله، واخر حلقه فيه مفاجاه كويس جدا هقولها لحضراتكم. الخبر اللي معانا بعد كده ان كولر بيقول ان يرفض اللاعب الغاني دانييل افري، بيرفضه مهاجم جامد في الدوري الغاني، طبعا مهاجم نادي هارسفورج، ومجلس الاداره برضه رفضه.
المهاجم ده دبابه بشريه جامد جدا جدا. طب ليه النادي الاهلي رفضوا لان في جزئيه مهمه جدا، ان النادي ده مقيد حاليا مع النادي هاسفورج في الكونفدراليه الافريقيه، وبالتالي النادي الاهلي لو اشتراه مش هيقدر يستفيد بيه في دوري ابطال افريقيا. فواحد يقول لي طب يا جدعان ما ايه المشكله، ما دي بطوله لا، ما ينفعش لعيب يلعب مع ناديين مختلفين ويلعب في بطولتين مختلفين من البطولات الافريقيه، لازم يكون كمقيد من بدايه الموسم بعد ما يخلص البطوله يخرج النادي، يخلص البطوله الموسم اللي بعدها ياخدوه. وبالتالي النادي الاهلي رفض هذه الفكره، قال لك هو اي نعم لاعب كويس وكل حاجه، بس انا مش هجيبه استفيد بيه في الدوري والكاس بس. فالنادي الاهلي بيبحث عن بديل تاني، وان شاء الله الحلقه الجايه هننزلها لكم في اخبار قويه جدا. النادي الاهلي جاب مهاجم كويس وفي الديفندرات ففي شغل عالي جدا، خصوصا الفتره الجايه ان شاء الله شغل كويس قوي. بعد كده برضو عندنا اخر بقى خبر معانا النهارده، ان هو مرتضى منصور بيطالب وزاره الماليه، خلي بالك ركز معايا في الخبر ده، بيحجز على ارصده النادي في بنك مصر. يعني هو ايه ده؟ واحد يقول ايه ده كده؟ هو مرتضى منصور بيطلب الدوله بحجز ضرائب اصلا اللي ما هي محجوزه عليها لممدوح عباس؟ اقول لك هتقولي ليه؟ خلينا واحده كده عزيز المشاهد، ان ممدوح عباس ليه 60 مليون تمام، والارصده دي حوالي ما يقرب من 57 54 مليون. فمرتضى منصور الدوله ليها عنده 47 مليون جنيه ضرائب. فهو الراجل في حاجه في القانون بتقول حاجه اسمها الدائن والمدين، وفي الدائن الممتاز والدائن العادي. فهنا الدوله ليها فلوس عند الزمالك، ممدوح عباس ليه فلوس عند الزمالك، فهي الدوله يعني حق ايديها على الفلوس دي. فمين الاول ناخد الفلوس دي؟ المؤسسه تبع الدوله. وبالتالي قال للدوله خلاص خديها انت كضرائب بتاعتك من الفلوس اللي انت حاجز عليها بتاع ممدوح عباس، لا خديها ليك انت كضرائب، وانا والراجل ده بنصفي مع بعضنا مشاكلنا. فبالتالي الخبر اللي عندنا ان هو ادى اذن ان وزاره الماليه تاخد الفلوس اللي حجزت، يعني هو اداها امر انها تروح تحجز على الفلوس اللي اصلا محجوز عليها في البنك، انها تروح تستحوذ على الفلوس وتاخدها كتخليص حق الضرايب. بالتالي بزان خلص من وجع دماغ الضرايب والوجع ده، وفعلا ممدوح عباس. بس هو الراجل كده ليه فلوس 60 مليون جنيه عجان هياخدهم. ففي برضه جزئيه ان شاء الله في الحته دي هنشارككم في الحلقه اللي جايه ليها علاقه بكهرباء، وفي لعبه كده ممكن تحصل، فسيناريو غريب جدا لو حصلت هتعمل ناس كتير ممكن يجي لها تنط من فوق برج يعني القاهره بسبب موضوع زي ده. هتكلم عنها برضه في الحلقه اللي جايه. فده بالنسبه لقسم ممدوح عباس ومرتضى منصور واللعبه الذكيه اللي عملها مرتضى منصور من الناحيه القانونيه. وبالتالي هو كده قال لك خلاص ما دام الدوله كده تاخد الفلوس وتروح لممدوح عباس، لا انا هجيب مؤسسه الدوله اللي عندي فلوس تيجي تاخد عليها، ما كده مؤسسه الدوله وهي دائما ممتاز هتاخدها وانا خلصت من شق الضرائب. وبالتالي بقى ننزل نخلص من الضرايب اللي عليه ويفوق بقى لممدوح عباس اللي هو كده ليه فلوس. وان شاء الله نتمنى ان المشكله دي تخلص، نعمل صداع قوي بصراحه من فتره كبيره جدا. وبكده اعزائي المشاهدين متابعين جدير سبورتس نكون احنا وضحنا لحضراتكم اخر اخبار الدرجه واخر اخبار النادي الاهلي والزمالك والصفقات والاخبار المنتشره. فانا حابب نكون مع حضراتكم الصوره اول باول. ان شاء الله تظهر الحلقه الجايه واللي بعدها في اخبار قويه جدا عن الصفقات، عن صفقات نادي الزمالك والاهلي، في حاجات شتويه هنتكلم عنها واخبار مثيره جدا ان شاء الله. وكده نكون وصلنا مع حضراتكم الحلقه. عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه مش تعملوا لايك وسبسكرايب فضلا ليس امرا، وده صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم محمد جد الله، وجديلي 99 على التيك توك، وتعمل لايك وسبسكرايب للقناه. كمان كل يوم محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.